كوكو ميزامور، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا شفتوا لي فيديو تاعي اللي درتهم من قبل ونالوا اعجابكم وديسيديتوا انكم تشريوا لي برودوي وتجربوهم. بعد التجربه رجعوا لي الاجابه اللي رايحه تكون ان شاء الله ايجابيه. Bon, aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un nouveau produit. هاد الفيديو تاع اليوم رايح يكون للنساء والرجال. رايحين تطرحوا السؤال وتقولوا لي كيفاه النساء والرجال. الإجابة اللي هي رايحة تكون على سي لو برودوي لو مينوكسيديل اللي مشي كامل الناس يعرفوه، مع انه هاد لو برودوي il est connu partout en France, en Algérie, en Maroc, en Tunisie، نظرا للفعالية تاعو لبنات لتساقط الشعر. البرودوي هذا اسمه مينوكسيديل، اكتشفوه في السنوات الماضية كعلاج لارتفاع ضغط الدم. الناس اللي استخدمت المرضى اللي استخدموا المينوكسيديل لعلاج ارتفاع ضغط الدم اكتشفوا انه ساهم بزاف في نمو الشعر. من هذا الاكتشاف راهو اخترعوا هذا المينوكسيديل لعلاج تساقط الشعر. اذا هاد قبل ما نعرفكم بالمنتوج نحب نشرح لكم موضوع صغير قبل ما نعرفكم على المنتوج. البنات كاين ناس بزاف يحبوا يعالجوا الشعر تاعهم لكن ما يعالجوش بطريقه منتظمه. يعني تساقط الشعر عنده اسباب بزاف، مش لازم تروحي تشري ان برودوي وتقولي جو ساي سو برودوي لا رايح ينفعني ما كوبين نفعها. نو ماهيش هكا. تساقط الشعر عنده اسباب بزاف، رايحه نمدلكم الاسباب هكا باش تعرفوا العلاج تاعكم وش يكون. السبب الاول اللي هو مشكل في الهرمونات لي زورمون، اللي هو مشكل يعني فعال في تساقط الشعر، المشكل الرئيسي عند النساء. المشكل الثاني اللي هو نقص في الفيتامين دي، نقص في الفيتامين دي. ثالثا البنات اللي هو نقص في الحديد، نقص في الحديد. الحديد راهو عنصر فعال في نمو الشعر، اللي عندهم نقص في الحديد راح يكون عندهم تساقط في الشعر اكيد. السبب الآخر اللي هو العنصر أو المشكل الوراثي. كاين ناس عندهم مشكل وراثي ويروحوا عند لي ميدسان وما يقولوا لهمش باغ اكزومبل جي مون بير عنده une chute des cheveux bien ma mère non il faut dire au médecin كلش. يعني الميدسان كما شفتوا كي تروحوا ديروا اون كونسلطاسيون راح يطرح عليكم العديد من الاسئله، بليزيور كيسيون، راح يقول لك واش عندك الامراض، اسكو عندكم امراض وراثيه. اذا كان عندكم هذا المشكل الوراثي لازم تقوليه للميدسان تاعك هكا يعطيك العلاج تاعك. مع العلم انه المشاكل الوراثيه تاع الشعر ما عندهاش علاج فعال، يعني مع المينوكسيديل والمنتوجات كيما هكا. السبب اللي ولا بكثرة فعلا في المجتمع اللي عايشين فيه اللي يؤدي الى تساقط الشعر اللي هو مشكل الغدة الدرقية، لا جلوند تيرويد، اللي هي تساهم بزاف في تساقط الشعر. نبداو البنات. هذا المينوكسيديل كيما راكم تشوفوا انا عندي 2%، التركيز 2%، لو دوزاج دو 2%. عنده التركيز عنده زوز اللي هو 2% و 5%، 2% و 5%. 2% c'est pour les femmes، 5% c'est pour les hommes. حتقولوا لي واش هو الفرق بيناتهم؟ 2% بور لي فام على خاطر فروة الرأس المرأة ما تستحملش كيما فروة رأس الرجل. الاستخدام تاعو كيفاه راح يكون؟ عندنا هذا فوالا، هذا التوب رايحه تعمريه من لي بوتاي هادو. هذا سي ان تريتمون دو 3 mois لي في فوالا comme vous voyez comme ça il y a 3 bouteilles. Voilà
لو تيوب فيه 1 مليلتر، رايحه تعمري هاد لو تيوب وديري في الصباح 1 مليلتر وفي المساء 1 مليلتر. بون الاستخدام تاع المينوكسيديل لازم يكون بطريقه منتظمه، يعني مش ندير الصباح تاع اليوم غدوه ننسى ما نديرش جو ترافاي نسيت طون، سينو ما تكونش عندكم النتيجه اللي تحبوها البنات. على خاطر كل منتوج ولا حاجه نحبوا نوصلوا لها لازم نديروها بطريقه منتظمه. الاستعمال المنتظم راهو علاج للعديد من المشاكل. الحاجة اللي ننصحكم بها اللي حابين يستخدموا المينوكسيديل انهم ما يخليوش المينوكسيديل يهبط لهم على الوجه تاعهم، لانه رايح ينبت لهم الشعر في الوجه. لازمتكم ما تخليوش المينوكسيديل ينزل على الوجه. دركا نروحوا الحاجة اللي راح نقولها للناس اللي يعانيوا من امراض مزمنة ويروحوا يشريوا المينوكسيديل ديريكتومون من الصيدليه، لان هذا لو برودوي ماهوش ان برودوي كوسميتيك، هذا راهو ان تريتمون، سي ان تريتمون دو لا شوت دي شوفو او بيان الثعلبه، ماهوش البنات ان برودوي كوسميتيك. اللي عندهم امراض مزمنه رايح اللي باغ اكزومبل اللي عندهم دي بروبليم كاردياك ما يقدروش يستخدموا هذا المينوكسيديل. سي بور سا il faut consulter votre médecin traitant avant d'acheter ce traitement. Il faut consulter votre médecin traitant avant d'acheter ce traitement. J'insiste sur ça لانه المينوكسيديل رايح يدير يخفض ضغط الدم. كما قلت لكم قبل راهم اكتشفوه في علاج ارتفاع ضغط الدم، وعند الاستخدام تاعو راهو يخفض في ضغط الدم. على هذا الطبيب كي تروحي تو دوموند لو مينوكسيديل بو كوم ان تريتمون، ولا الصيدليه رايحه يقولوا لك اسكو عندك ان بروبليم دو تونسيون او بيان بروبليم كاردياك ولا. دونك il faut pas acheter le produit directement de la pharmacie, il faut consulter votre médecin traitant. المينوكسيديل عند الاستعمال البنات راهو راح يسبب لكم في جفاف الشعر، راح يدير لكم جفاف الشعر او ميم طون راح يعالجوا جفاف الشعر. ماهيش مشكله كبيره، تقدروا تستخدموا الزيوت او بيان الماسكات الطبيعيه، يعني باش هكا ما يكونش الشعر تاعكم جاف وما تجبدوه ولا يكون. استخدموا من الاحسن عند استخدام المينوكسيديل تستخدموا زيوت ولا ماسكات طبيعيه. اذا هذا لو برودوي تاعنا تاع اليوم البنات اللي راهو علاج معروف بالفعل في كل البلدان لعلاج تساقط الشعر، سواء عند النساء ولا عند الرجال. اللي ما تحدثش عليه انه عند الرجال لو مينوكسيديل هو علاج للحيه. الناس الرجال اللي ما عندهمش اللحيه تاعهم كما نقولوا كثيفه، الشعر فيها ماهوش كثيف متقطع هك الشعر. كاينين رجال يتوصلوا انهم يصبغوا اللحيه تاعهم باش يغطيو هذاك الفراغات اللي في اللحيه، يستخدموا المينوكسيديل ويستخدموه العديد من الرجال. المينوكسيديل اللي يساهم بزاف في عاود نمو اللحيه، اعاده نمو اللحيه، وكانت النتيجه. اذا هذا المنتوج راهو رائع للرجال وراح الفعاليه تاعو لاحظوها العديد من الرجال في الاستخدامات لتساقط الشعر وللفراغات اللي تكون في اللحيه. راهو منتوج رائع للرجال لكن ماهوش 2%، ولا 5% pour les hommes. اذا هذا هو المنتوج تاعنا تاع اليوم اللي راهو منتوج معروف في كامل البلدان العالم، اللي هو المينوكسيديل اللي استخدموه العديد من الناس وكانت عنده النتيجة فعلا نتيجة إيجابية، لكن لازم مع الاستخدام المنتظم. نأكد على الاستخدام المنتظم. Bon, pour le produit, il faut appliquer correctement. يعني
لو ماتان اي لو سوار كوريكتومون. ماهوش نستخدم اليوم وغدوه نحبس او بيان 2 3 جور ونحبس. نو il faut appliquer le produit correctement. il faut pas stopper pendant une semaine ou 2 semaines et après نرجعوا. ça sert à rien تشريوه وتخبيوه ومن بعد ترجعوا. non non non, il faut appliquer le produit correctement pendant 3 mois هكا باش تشوفوا النتيجه تاعكم ايجابيا. ناكد لكم هاد لو برودوي ماهوش ان برودوي كوسميتيك. هاد لو برودوي راهو ماهوش ان برودوي كوسميتيك، يعني ماش تروحوا تشريوه جيست كوم سا. il faut consulter votre médecin traitant. ونال 95% من الناس اللي استخدموه نال اعجابهم وعطاهم المفعول تاعو الايجابي. نتاكد انكم الانقطاع في المده تاع 3 موا ماكمش رايحين تنالوا النتيجه الايجابيه. البنات وبيان للرجال اللي عندهم امراض مزمنه ما يستخدموش لو برودوي بلا ما يستشيروا الطبيب تاعهم. ولو برودوي هذا لازمت لكم. عند كاينه حاجه ما قلتها لكمش، الفو انايا سي با الاستخدام تاعي هذا الاول، راني في الدوزيام استخدمته قبل ونال اعجابي ودرك راني نشوف تساقط الشعر. ماهوش حاجه ميكم هذا يساهم في نمو الشعر والكثافه تاعو. قررت اني نطلب من ميدسان تاعي تمدهولي ومدتهولي بالفعل، لكن العلاج ماهوش رايح يكون المرة الأولى، رايح يكون متقطع. يعني المرة الأولى نستخدمه صباح ومساء لمدة 3 أشهر، لكن الاستخدام الآن رايح يكون نهار وي ان جور وي et un jour non, parce que le traitement c'est déjà fait pendant 3 mois. والاستخدام هذا ما يكونش pendant 3 mois، رايح ندير 1 mois ونحبس 1 mois et après 1 mois. هكا البنات باش تفهموا الاستخدام الثاني ماهوش كيما الاستخدام الأول. هاد لو برودوي تاع اليوم سي لو مينوكسيديل. ان شاء الله اللي يستخدموه يكتبوا لي التجربه تاعهم كيفاه كانت مع لو مينوكسيديل، واللي ما استخدموهش ان شاء الله تستخدموه وتشوفوا النتيجه الايجابيه تاعو اللي راهي كانت يعني الملاحظات من كامل الناس اللي استخدموا المينوكسيديل نتائج ايجابيه مبهره للنساء والرجال. ان شاء الله تخليوا لي في لي كومونتير اللي استخدموه اللي ما استخدموهش ان شاء الله يستخدموه ويشوفوا النتيجه، واللي استخدموه يخليوا لي التجربه تاعهم كيفاه كانت مع المينوكسيديل. وهذا مكان البنات وننصحكم بالاستعمال الجيد وعدم الانقطاع. il faut pas acheter le traitement directement de la pharmacie. وان شاء الله البنات يكون نال اعجابكم الفيديو تاع اليوم، وتلقاوني في فيديوهات مقبله dans un autre فيديو ان شاء الله مع منتوج جديد. البنات تهلاو في رواحكم بزاف بزاف، تهلاو في صحتكم. علي بيزو.